أهلا بكم. توفي الرئيس الجزائري الأسبق الشاذلي بن جديد اليوم في الجزائر عن 83 عاما جراء إصابته بمرض السرطان. بن جديد كان رئيسا للجزائر بين عامي 79 و 92. يعود إلى ابن جديد الفضل في إضفاء الطابع الديمقراطي على المؤسسات، خصوصا لجهة تبني دستور تعددي في شباط فبراير عام 89 والتخلي عن رئاسة الحزب الواحد جبهة التحرير الوطني في تموز يوليو عام 91. وينضم إلينا من الجزائر أحمد العياشي مدير جريدة الجزائر نيوز. أهلا بك أستاذ العياشي. علينا أن نذكر ربما بداية أنكم كنتم آخر الصحفيين الذين تمكنوا من إجراء مقابلة مع الشاذلي بن جديد وكان قد ترك الحكم، والسؤال الأكبر يظل ربما حول ظروف وملابسات خروج بن جديد من الحكم عام 92. هل لديكم فكرة ربما عن هذه الفترة أكثر من غيركم؟ اولا بالنسبه للشاذلي بن جديد، عندما كانت صعود الجبهه الاسلاميه للانقاذ، وكان الشاذلي بن جديد مستعد ان يلعب هذا الدور حتى تكون الجبهه الاسلاميه للانقاذ ضمن الفاعلين ضمن اللعبه السياسيه. وعندما لم تكون موازين القوى لصالحه واختار، خاصة بعد انفلات الأمور بعد العصيان المدني، اختار أن يقدم استقالته ولم تكن ثم إقالة للشاذلي بن جديد من طرف مجموعة من الجنرالات. إذن فهو الذي قدر أن يقدم استقالته مثلما صرح تفاديا حتى لن تكون هناك حرب أهلية في الجزائر. وهل تعتقدون بأن هذه هي الرواية التي ستخرج حول هذه الفترة في مذكرات بن جديد المنتظرة؟ اولا بالنسبه لمذكرات الشاذلي بن جديد، لا اعتقد ولا اتصور انه وصل الى ان يتكلم على هذه. فالمذكرات او الجزء الاول من مذكراته تحدث اكثر عن ايامه في حرب التحرير الوطنيه، لكن لا اعتقد ان محاوريه الذين قاموا بإعداد هذه المذكرات أن يتحدثوا حول هذه النقطة. لكن في حواري مع الشاذلي بن جديد طرحت له السؤال فقال أنا الذي، وبالتالي حتى الرواية لم تكن هناك تكذيب من طرف نعم. من يشككون في هذه الرواية. طب أستاذ أحمد العياشي، لو أردنا أن نذكر فضيلة وإخفاقا أيضا للشاذلي بن جديد، ما هما برأيك؟ اولا اذا تحدثنا عن الفضيله ونفضل ان نتقدم بالفضيله على ذكر اذكروا موتاكم بخير، انه كانت لديه الشجاعه بعد احداث اكتوبر ان يذهب نحو اصلاحات سياسيه عميقه، وبالتالي المكاسب اليوم الموجوده على مستوى التعدديه الحزبيه او على مستوى التعدديه الاعلاميه فهذا يرجع اساسا الى الشاذلي بن جديد. اما فيما يخص عكس الفضيله، أن في فترة الشاذلي بن جديد بدأت أيضا اللوبيات التي كرست للفساد الآن الموجود والذي استشرى في الجزائر، فهذا أيضا يتحمله المرحوم كرئيس للجمهورية. شكرا لك أحمد العياشي مدير جريدة الجزائر نيوز. إذن كنت معنا من الجزائر العاصمة.